حديثنا الآن عن قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الطفيل بن عمرو الدوسي كان شاعرا لبيبا، وكان سيدا في قومه قبيلة دوس، وكان سيدا وشريفا من أشراف اليمن. فلما كان في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى مكة، فلقيه المشركون وخافوا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه قومه، فما زالوا يخوفونه، فقالوا له: يا طفيل، لا تسمع لمحمد فإنه ساحر، لا تسمع لمحمد فإنه كاهن، لا تسمع لمحمد فإنه شاعر، إن كلامه كالسحر، يفرق بين الرجل وزوجته، ويفرق بين الرجل وأبيه، ويفرق بين الرجل وأخيه. قال الطفيل بن عمرو الدوسي: فوالله ما زالوا يخوفونني حتى وضعت في أذني قرطفا. يا جماعة اللي بيحصل ده والله ما ينفع، احنا جايين نصلي مش جايين نخبط ونعمل، ده غلط. ان فيه يبقى فيه شغل وقت الصلاة، لا الصلاة خير موضوع. ما ينفعش اللي بيحصل ده، يعني احنا صابرين على الناموس وعلى الحر وعلى المكن البايظ والمايقات اللي بايظه كمان، يبقى فيه شغل وابتداء ده واحنا بنصلي وبندي دروس. ما ينفعش. انا عشان اجي اقعد القعده دي بفضل احضر، انا طول النهار مشغول بحضر عشان اجي ادي درس واجي اصلي كويس، فما يجيش كده نبوظ الموضوع ده ممكن يتاجل 10 دقائق او نص ساعه او بتاع. فكان الطفيل قال: ما زالوا يخوفونني حتى وضعت في أذني قرصفا. يعني تخيل، حط في ودانه حط قطن حتى لا يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم خوفوه وقالوا له إن كلامه كالسحر، وإنه شاعر، وإنه كاهن، وكلامه كالسحر، يفرق بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأمه، وبين الرجل وزوجته. فقال: فما زالوا يخوفونني حتى وضعت في أذني قرصفا. قال: فأتيت بيت الله الحرام فوجدت محمد يصلي عند الكعبة، فسمعته يتلو آيات الله، فقلت: يا طفيل، والله إنك لشاعر لبيب، لا يخفى عليك القبيح من الحسن، فما يمنعك أن تسمع لهذا الرجل؟ فإن كان ما يقول حسنا قبلته، وإن كان قبيحا رددته. قال: أنت مش عيل صغير، أنت رجل كبير وعاقل. شوف محمد بيقول إيه، إذا كان اللي بيقوله ده كويس اقبل، وإذا كان الإسلام كويس اقبل، وإذا كان ما يقوله سيئا رددته. قال: فأتيت سمعت الآيات فقلت: والله ما هذا بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. فأتيته فقلت: يا محمد، إن القوم ما زالوا بي يخوفوني حتى وضعت في أذني قرصفا. يا محمد، أنا الطفيل بن عمرو الدوسي، سيد قبيلة دوس، وأنا شاعر، أتسمع مني؟ فقال له النبي: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع وكان لين. قال له: تسمع مني الأول، أنا بقول شعر كويس، أتسمع مني؟ قال: نعم. فعرض عليه بعض الآيات من الشعر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لين النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ها أنا قد سمعت منك يا طفيل، أتسمع مني؟ قال: أجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تخيل بداية أي خطبة احنا بنقولها كلام عادي أهو، احنا بنسمعه كتير ما بنتأثرش بيه. هو أول ما سمعه
قال والله إن هذا لحسن وما هو بالقبيح، فاعرض علي أمرك يا محمد. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يعني الثلاث سور اللي احنا معظمنا بيسمعها. وعرض النبي عليه الإسلام فأسلم، وقال ائذن لي يا رسول الله أن أرجع إلى قومي قبيلة دوس فأدعوهم إلى الله، فإنهم ما دعوتهم إلى شيء إلا أجابوا. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس في ذلك يا طفيل. لا، انت في الموضوع ده الأمر ده كبير. تخيل واحد عايش سنين بيعبد الآلهة بتاعت آبائه وأجداده، هتيجي انت بقى هتغير وبقى لا، قال له في الأمر ده الأمر صعب عليهم. ثم قال يا رسول الله اجعل لي آية حتى يصدقون، إني أخاف ألا يصدقوني، فاجعل لي آية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل له، فجعل له نورا في جبينه يضيء له في الظلام. فلما مشى شيئا من الطريق قال لعل قومي يقولون أن هذه مثلة، لا ممكن يقولوا الآلهة أصبت باللي فيه ده عشان هو ترك دين آباء وأجداد. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو لقب بذو النور. فعاد إلى النبي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجعل الله عز وجل هذا النور في عصاه، فكان النور في عصاه. فعاد إلى أهله، فلما جاءه أبوه قال جاء ليكلمه، فقال إن كلامي عليك حرام ووجهك من وجهي علي حرام. قال وما ذاك؟ قال لقد أسلمت واتبعت دين محمد. فقال ديني دينك. فقال اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال فتشهد.